افوت بالموضوع مشان ما اخذ من وقتك. انا سوريه، تزوجت بسوريا، زوجي اصله عراقي. تزوجنا بسوريا عن طريق المحكمة السورية بشكل كل شيء كان نظامي، وكتبنا كتابنا بالمحكمة بالمحكمة بسوريا، كل شيء كان نظامي. وقت جينا لهون على العراق نزلنا بمطار بغداد، صار زوجي يقفل الباب ويحرص كتير انه مثلا ما حدا يشوفني حتى من الجيران. يعني حتى طلعاتنا كانت بوقت متأخر، يعني كان كل فترة وفترة يطلعني بالقليل وبوقت متأخر، يعني بعد 12 بال11، وبس على الدكتورة والشغلات الضرورية. انا هلا حامل بالشهر السادس كتير، فخليك بالبيت مشان انه اروح على الدكتورة. شبعة جانب السيدة زينب. اللهم صل على سيدنا محمد. بهاي الفترة قال لي انا عندي شغل ما فيني، فترك لي مفتاح البيت. يعني اول مرة بيترك مفتاح البيت، وجارتي اللي نحن مستأجرين عندها بتشهد على الحكي. فترك مفتاح البيت وقال لي انه و5000 دينار، وقال لي اذا طلعتي بتعبي رصيد وبتحاكيني وانا بجي لعندك، والدكتوره قريبه من البيت. فانا تعبت. منطقه اسمها الامين، بس انا ما بعرف اذا الامين الاولى او الثانيه. فانا يوم تعبت كتير، فطلعت عبيت رصيد وخبرته، قلت له انا عند الدكتوره وتعبانه. اول شغله تاخر كتير لرد علي، وتاخر كتير لوصل. حتى سكرتيره العياده يعني اخر شيء قالت له ما ضل غير زوجتك، يعني تعال مشان تدفع الاجره مشان تفوت زوجتك على العياده. نحن طالعين من عند عياده الدكتوره، دقت عليه مره، قال لها كلمتين عربيات انه انا حارجع راجع، حوصله وراجع، بس انا سامعه صوت المره. فانا قلت له مين هاي المره وانا تعبانه، كيف بدك تتركني وترجع؟ وقلت له انه صرت اترك لي مصاري بالبيت مشان مثل هيك حالات اضطراريه اذا الواحد صار عليه شيء. فهو بالعاده بس افتح معه هيك مواضيع بيضربني وبيعنفني. فقال لي بس نرجع على البيت بدي اشوه لك وشك، وحكى مع اهله وقال لهم بدكم تجوا مشان تدبروها. انا بصراحه خفت منه، فتحت باب السياره وطلعت لاني بعرف جوزي شو بيعمل بالبيت. انا طلعت وفي جماعه سوريين اهلي كانوا قايلين لي اذا صار شيء بتروحي لعندهم. بس خلال مسافه الطريق انا اخذت تاكسي، وصاحب يعني الجماعه السوريين هن دفعوا اجره التاكسي حتى. فاللهم صل على سيدنا محمد. زوجي بهاي الفترة دق على أهلي وهددهم، حلاقي بنتكم وحقتلها وحأذبحها وهي ما بعرف شو مدري شو، وهدد كتير بالقتل. وأنا من يومها، هذا الحكي يمكن 3 الشهر، كان يوم تاني، من يومها لليوم ما طلعت على مكان، لأنه شفت صفحة السيد إنه هو كان بالحج ونطرت يعني، وأساسا أنا كانت صحتي تعبانة هذيك الفترة. مطلوب سيد وكيل موجود، سيد وكيل وزير الداخلية. تشرفنا. أوراقي كلياتها زوجي أخذها. هو أخذ مني، كان على أساس علي مخالفة. أنا كانوا أهلي حامليني من مصاري مهري $300 على أساس إنه صار عليك شيء بيكونوا معك. فزوجي ما عمل الإقامة وما ثبتني كزوجي لإله، وأخذ هويتي السورية وأخذ بسبوري وعقد زواجنا وكل شيء بخصني، حتى وصفة الدكتورة اللي بتعطيني إياها مع زوجي. وأنا ما بعرف عن زوجي غير رقم التليفون، يعني إذا بيطلع من البيت وبيقطع خط تليفونه أنا ما بقى أعرف عنه شيء، ولا وين أهله ولا أي شيء عنه. فاخذ هو كل اوراقي، وانا يوم اللي طلعت بعثوا له اهلي انه اعطونا اوراقنا وخلينا نحل الموضوع بالسليم. انا حامل منه، قالوا له بتنزل على سوريا بتاخذ ابنك وننهي الامور بالسليم. بس هو كان كتير يعني انه معصب ورفض وقال حلاقيها وحققت له من هالحكي هذا. انا هلا ما بدي منه شيء ولا بدي اذيه ولا شيء، بدي يعطيني اوراقي ارجع على بلدي، بس اولاد يجي ياخذ ابنه اذا هو بده اياه، لانه انا ما سمعت له مكالمه مع مرعى بقول انه انا بس تولد بدي صرفه، بس شو بده يعمل الله اعلم. انت هسه حامل بيا شهر بابا؟ انا هلا فايتي بالسادس 15 يوم. انت بنتنا وعمان برقابنا. انا بعرف هالشيء هيك. وانت بلدك هذا مو بلدك الثاني، هذا بلدك الاصلي العراق. وان شاء الله حقوقك كلها ناخذها. وانا يعني ما معي مصاري المخالفه. اطمئني وصلتي الى المكان الصحيح. خلال هاليومين هذه ان شاء الله نفرغ لك وكل امورك، بس التليفون، وحاولوا تشوفون يعني تتخذون اجراءات كم اجراءات قضائيه. نعم، اجراءات قضائيه، وترجع لك اوراقك وحقوقك. وانت بالنسبه لك في امان. انا شخصيا زين، انا بالنسبه لي متكفل بكل شيء، حتى مصرف رجعتك اي شيء انا متكفل بها شخصيا. وانا زوجي لا بدي اذيه ولا شيء، انا بس بدي اوراقي وارجع اقعد بين اهلي. ما منطيش مصرف، انت ما عندك مصرف. ما معي شيء. انا اهلي رجعوا بعثوا لي بعد ما طلعت من عند زوجي لعند الجماعه اللي تقاويت عندهم وتحاميت عندهم، بعثوا لي مصروف. عراقيين دول اللي رحتي لهم؟ لا سوريين. ايه. ايش بعثوا لك؟ بعثوا لي $200. احنا نتكفل بكل الاجراءات بجوازك يمنا. ايه كل شيء اوراقي، حتى عقد
الزواج، هويتي الشخصيه السوريه، كل شيء. مش خير تدللين انت بنتنا وانت شرفنا وعرضنا، واحنا بسوريا بلد واحد، انت العراق بلدك. هاي الاجراءات لا تدير الهبال ولا ابدا، ولا تبتأسين ولا ضوجين، حاضرين ان شاء الله. شكرا سيدي. هسه ان شاء الله راح تكمل مواضيعك انتظرك. خلي تكمل الاجراءات القانونيه. تمام سيدي. زين، ووصلوا التليفون مالته. تمام. وشنو اللي تحتاجه بالجوازات؟ أنا عندي جوازك منتهي مالته المده ولا؟ انا بس احنا نرجع لك إياه. خلال هاليومين هذه عزيز وياك والقائد وياك، واني وياهم على الخط ابدا، ولا تديرين بال ولا تضوجين. عندك مصرف؟ لو انتج مصرف الحمد لله مو ناقص سيدي هسه نتابع الموضوع. امن على حالي ويعني انه عندك مكان ساكنه بيه انت هسه؟ هلا حاليا قاعده عند جماعه مأمنه عندي. ابدا. وتبقي ما عندك جوال؟ هلا عندي جوال. شلون بس ما يتصلون؟ عندي خط. ما يخل لا يعني شلون يعملون اتصال رقم بك؟ الناس اللي قاعده يمهم حتى تتواصل وياهم، اللي جالسه ايه يمهم. هلا بعطيكم رقم تليفون الجماعه اللي انا عنديهم. تمام.